بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. بناتي واخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على 2 فرسان ظهروا في مسلسلات رمضان، رجب الجريتلي وفارس. كل الستات والبنات وبنات الوطن العربي اجتمعوا على الراجلين دول. طب ليه؟ حب، اهتمام، كرم، رحمة، ود، راجل بمعنى الكلمة، راجل سند، راجل صحبة طيبة، راجل بيحب ويطبطب، بيخاف، بيسند. مش كلمة راجل، لا، هو ده راجل كده بياخد قلب الواحدة، بيخطف قلبها. كل الستات عايزة كده، عايزة راجل بمعنى الكلمة. وأظن إن اللي حصل في المسلسلين دول من ظهور رحمة رجب إيش ورحمة فارس بليل وصلوا المعلومة دي، إن هو ده النموذج اللي بتحبه الست العربية. بتحب الراجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى الرجولة. الست مهما عليت، مهما ربنا اداها من علم، مهما ربنا اداها من ثروة، مهما ربنا اداها من ماديات، مهما ربنا اداها من مراكز علمية، تبقى عايزة تبقى تحت جناح راجل. هي من قررت نفسها طفلة، هي بره في شغلها بتبقى ست ب100 راجل، لكن جوه بيتها مع زوجها عايزة تحس انها طفلة، عايزة تحس انها واحدة ست، عايزة تحس ان هي لاقية سند وظهر ومعين، لاقية السكن والمودة والرحمة اللي ربنا قال عليها. دايما الستات جواهم أطفال صغيرة، هي مهما كبرت مش مقتنعة انها كبرت. هي دايما عايزة تشوف في عين زوجها ان هي البنت الصغيرة اللي لسه متجوزها، عايزة تلاقي منه الحب والاهتمام والتقدير، عايزة تلاقي منه الإخلاص والطيبة والكرم والكلمة الطيبة والمعاملة الكويسة. وبعدين خلينا واقعيين، لو انت كراجل وعندك بحر من الحب والحنية ما حطتش الخير والحب في بيتك في زوجتك، هتوديه فين؟ دايما بنبص نلاقي رجالة بتدور على السعادة بشتى الطرق بره بيوتها. لو سألته تقول له انت سعيد هيقول لك لا، او بيحس بالسعادة في وقت معين، لكن بعد كده اصل خلينا واقعيين، لا يصح الا الصحيح. دايما حلال ربنا هو اللي هيكسب، ودايما الزوجة هي اللي هتكسب، ودايما البيت هو اللي هيكسب. فليه؟ طالما الزوجة هي اللي هتكسب والبيت هو اللي هيكسب والحلال هو اللي هيكسب، طب ما تجيب كده حبك وحنيتك واهتمامك اللي هم ما شاء الله لا قوة الا بالله بحر، وتحطه في مكانه. انت هتبقى سعيد، زوجتك هتبقى سعيدة، ولادك هيبقى سعداء. ليه كلنا دايما او جيلنا ليه دايما بنقول زمان ايام اهالينا كانت الدنيا فيها بركة وخير؟ لان كان الراجل راجل والست ست والولاد ولاد. كان رقم واحد في البيت الاب، رقم واحد في البيت الاب، حب، اهتمام، رحمة، حنية، تقدير من الزوجة ومن الولاد. رقم 2 بتيجي الام، رقم 3 بيجي الولاد. لكن دلوقتي تحسوا ان الموضوع اتقلب، ان الزوج والزوجة بيجروا في طاحونة عشان الولاد، والولاد مش مبسوطين. لكن لو حطينا كل حاجة في نصابها، كل حاجة في القالب بتاعها، ان الزوج هو رقم واحد، والزوج عليه الانفاق، وعليه مع الانفاق الحب والاهتمام والود والكرم والطيبة للزوجة وللولاد، وكل حب وكل مشاعره يديهم لزوجته ولولاده، والله لا ترجع البركة تاني في البيوت، والله لا ترجع البركة تاني في البيوت. وهتبصوا تلاقوا البيوت اللي مظلمة ديت والزوجة بتدبل فيها كل يوم، والزوج عمال يدور على سعادته بره بأي طريقة كانت، هتبصوا تلاقوا الزوجة نورت والزوج فرحان والولاد سعداء فرحان.
حاجة ربنا أمرنا بيها اللي هي الحلال، هي ديت الصح. كل حاجة ربنا أمرنا نعملها، كل حاجة ربنا أمرنا بيها وكانت حلال، هي ديت اللي فيها السعادة. تبقى بتكلم زوجتك وانت مش خايف، تبقى بتحط مشاعرك وحبك وكل رحمتك وانت مش خايف، بالعكس ده تقدير وحب. لكن ان انت تسيب الحلال وتسيبها تدبل كل يوم وانت تدور بره على اللي يسعدك وعلى اللي تفرحك وعلى اللي تقدم لك الحب واللي تقدم، طب بدل ما الحب موجود وطالما الاهتمام موجود وطالما كل حاجة حلوة موجودة، طب ما خيركم من كان خيره لأهله. ما كل خير عندك زوجتك أولى بيه، وكل خير عند الزوجة الزوج أولى بيه قبل الولاد. قبل الولاد الميزان لما هيتظبط بين الزوج وبين زوجته الولاد هيبقوا مبسوطين. مفيش بني آدم في الدنيا ولد أو بنت حتى لو انتوا حاطين له في بقه معلقة من ذهب وشايف أبوه وأمه على خلاف، أو شايف إن في نقطة عدم تلاقي بين أبوه وبين أمه، هيبقى سعيد. أنا دخلت بيوت ربنا وحده أعلى وأعلم والله أكنها نور والعياذ بالله، الزوج مشغول في دنيته عن زوجته، هو مجرد بس ممول مالي ليهم. سبحان الله، بتحس كده ان انت قاعد مش في بيت، والزوجة مجرد طباخة وتطبخ وتغسل وتمسح وتربي العيال. طب ليه؟ فين الود؟ زمان كانت امهاتنا تدخلوا البيوت والله كنتوا تلاقوا البيوت منورة من الزوجات، تحس كده ان هي مع انها على فكرة كانت ماديات بسيطة والدنيا كانت ابسط من كده بكتير والمعاملة كانت ابسط من كده بكتير، بس كان الراجل راجل والست ست. هو كان يقول لك ام فلان، والله دي ام فلان دي هي اللي فيها البركه وهي اللي فيها الخير وهي 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 ويقدرها. وعلى فكره في معلومه تايهه من الرجال، رزقك والخير اللي انت فيه بعد كرم وفضل ربنا عليك هو من بركه زوجتك ومن ادم زوجتك. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تطير الا في ثلاث، من ضمنهم الزوجه. يعني لما انت تبقى على فضل كريم وربنا يرزقك بواحدة بنت حلال وبنت أصول وتبص تلاقي ربنا بيرزقك من وسع، اعرف إن ده رزقها، اعرف إن ديت طبطبة ربنا عليك، إن أنت بتحب مراتك وبتحافظ عليها. اعرف إن كل الخير اللي ربنا رزقه لك دوت هي شريكة فيه، هي شريكة فيه، هي صاحبته زي ما أنت صاحبه. اعرف إن الرزق اللي ربنا رزقه لك ده رزقه لك عشان الضعيفة اللي انت زوجها اللي انت مسؤول عليها، وبعد كده رزق ولادها. ودايما دعوتها وصلاتها هم دول اللي محوطينك وهم دول اللي محافظين عليك. مهما كنت جوه مصر او بره مصر او في اي مكان، لا، هي الزوجة ديت يعني هي المصباح، مصباح البيت، هي النور بتاع البيت وهي نور حياتك، وهي دايما اللي بتدعي لك في صلاتها، وهي دايما اللي لو دموعها نزلت ربنا يعني سبحان الله مش عايزه اقول ربنا ممكن يعمل فيك ايه. اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. فدايما اي راجل بيتقي ربنا في زوجته ربنا بيزيد من رزقه، ربنا بيرزقه من فضله، ربنا بيكرمه، ربنا بيرضيه عشان هو مراضي زوجته. يا رب المواضيع بتاعتي تكون بتعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.